السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم اخواتي وحبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وعافية. النهاردة كده ان شاء الله قبل ما نبدأ نصلي على النبي عليه افضل الصلاة والسلام، ويا ريت تدوسوا لي لايك وشير وتفعلوا الجرس بإذن الله. كده النهاردة جولة سريعة كده، وجولة بإذن الله تكون ممتعة معاكم في سوق لحد بإذن الله. سوق لحد دلوقتي هو كان في الأول كان في بجام، دلوقتي اتنقل في مبيومي تحت الكوبري. ده مكانه الجديد، منقول تقريبا بتاع ليه شهر او شهرين كده. اسعار فيه صراحة تحفة، والاسعار حلوة جدا جدا. الحاجات مش غالية، وفي على متناول ايد الجميع، في على قد متناول الفقير والغني وكل واحد. في كل حاجة اللي هو عايزها. وغير كده برضو في فاكهة وفي أكل وفي حاجات رخيصة وفي حاجات حلوة. صراحة في كنوز بتبقى في حاجات حلوة قوي 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 بأسعار حلوة كمان. بس اللي يلف ويشوف، وأهم حاجة البني آدم يبقى فاهم الدنيا فيها ايه. زي ما انتم شايفين الأسعار كده، الأسعار حلوة جدا جدا. دي المكياجات والحاجات اللي زي كده، أسعارها برضو هادية، أسعارها مش عالية. وكل حاجة موجودة في السوق. في حاجات بتبقى قيمة، وفي حاجات بتبقى برندات استعمال خفيف. وفي حاجات بتبقى جديدة، وفي حاجات بتبقى غالية. على قد إمكانيات كل واحدة، على قد إمكانياتها تقدر تتفرج وتشوف وتلف وتاخد اللي هي عايزاه من السوق. احنا الصراحة بننزل بنجيب فاكهة، بنجيب خضار، محتاجين أي حاجة عجبتنا بنجيبها. حتى لو البني آدم مش عايز حاجة بننزل ناخد جولة كده. يعني أسعار الحلة اللي انتوا شايفينها دي كانت 25 جنيه، مش حاجة يعني. الاتنين قلت لك 50، بس أنا عندي كتير عشان كده ما رضيتش آخدها. وزي ما انتوا شايفين التيشيرتات والحاجات اللي زي كده أسعارها برضه حلوة، من 20 ل 25. أسعار مش غالية. اخرهم كام؟ قولي انت عشان ما تزعليش. مش عاجبني يتجول وبعد كده بيمشي. زي ما انتم شايفين بتبقى في حاجات حلوه يعني. اسعار الحاجه دي مش غاليه. شايفين العروسه اللي فيها دي سعرها كان 20 25 جنيه، يعني مش حاجه. هي قيمه، لو رحتي تجيبيها من محل هتجيبها بالشيء الفلاني. بس الحاجات دي بتبقى مستعمله استعمال خفيف، حاجه ما بتدوبش وما بتتقطعش، بتفضل من جيل لجيل اللي عايز. زي ما انتم شايفين كده اسعار حلوه، والناس سعرها مهاود برضه للبيع والشراء، على اساس انه مصلحه. تقول لك ب 20 يا حاجه، دي سكه. فبيفضل ان الحاجه اللي هو بيجيبها يبيعها ويكسب فيها حاجه قليله، او ما يكسبش فيها. بس بدل ما يروح شايلها تاني على كفه، فبيريح ويبيعها احسن، يقول لك بدلها حاجه جديده تاني. عشان كده ما بنلاقيش السوق زي اسعار المحلات. مالي بتدفع عايزين تدفع ب 20 يا حاجه، وبتدفع اجره برضه للشغالين والعمال والحاجات اللي زي كده. لكن الناس اللي بتدفع في السوق دي بتبقى عارفه ان السوق مليان وكل حاجه، والحاجه اللي اسعارها كده. فكل بني بيهاود على حسب السعر عشان يبيع، وربنا يرزق الجميع يا رب. وهنا السوق صراحه قعد فتره كده حالته مش مستقره، بس الحمد لله الدنيا استقرت، والسوق كويس جدا جدا. وفي اقبال كتير واقبال شديد من الناس عليه. كل حاجه حلوه. الشباشب اللي انتوا شايفينها دي كام واحد ب 25 جنيه، مش حاجه. بالنسبه للشباشب بره 150 و 170 جنيه. الاسعار برضه كويسه. اطباق البلاستيك 10 12 جنيه، 12 ونص. زي ما انتوا شايفين الاسعار حلوه، اسعار مهوده وفي متناول الجميع. وكل اللي يلف ويشوف في السوق ده يشوف الحاجه اللي هو لازماه. اللي عايز حاجه يجيبها، واللي مش عايز حاجه كده بيبقى يلف لفه كده وبيقدر وبيتفرج على كل حاجه، بيشوف الدنيا ماشيه ازاي واسعارها ماشيه ازاي. عاجباه حاجه بياخدها، مش عاجباه حاجه بيروح له منه برضه. عشان تحت بيتنا وكده كده كده بنلف برضه. في برضه الفاكهه برضه كتير، خضار في السوق، جبنه قريش، العيش بانواعه. كل حاجه بتبقى موجوده في السوق. فبنحس ان الجوله انك انت تلفي في السوق ده مش عشان هتروحي مثلا تجيبي حاجه معينه، لا، انت تدفع لقدام ولا لورا، على اساس ان تعالوا يلا اي حاجه في السوق بتجيبيها. ليه؟ لان السوق شامل لامم من كل حاجه، اكل وخضار، ازاز، صين وميلان، كوبايات، هدوم بانواعها، هدوم داخليه، حاجات مستعمله، حاجات براندات، اتواب قماش، ملايات،
بواقي مش ملايات، بواقي هنبيع عايزه ولا لا؟ كل حاجه عايزه كل ولا حاجه انت اقول اخرك انا لازم الناس اللي بتمشي اقول لك الله على يخليك. متناول كام؟ الجميع. انت بنلف بصراحه بس يبقى معاكي فلوس ولفي. انت لو دخلت السوق ب 10 15000 جنيه هتطلعي من غيرهم. بتلاقي طلبك من كل حاجه، بتلاقي كل طلبات الحاجات. لو دورنا بصوا عبايات جميله جدا يا بنتي مش النضيف يا خامتها بنت. حلوه كمان. العبايه 125 140 150 جنيه، حاجات كويسه وحاجات تحفه الصراحه. بس اللي يتفرج ويلف ويشوف اللي هو عايزه. السوق ده على فكره بيبقى فيه حاجات كده، يا رب نكون اتمتعنا مع بعض عايزة بالجولة عباية الخفيفه سمراء. دي وتكون خفيفه كبيرة على لون. قلوبكم. كده نكون خلصنا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.